بما ان سنة 2025 فاضل لها 3 شهور تاني وتخلص، لحد دلوقتي مفيش فيلم قدر يوازي جودة وقيمة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، واحد من افضل افلام السينما المصرية في السنة دي بالذات. الفيلم نزل في شهر واحد ولحد دلوقتي عدى 9 شهور ما شفناش فيلم قدر يوصل لنفس المستوى بتاعه او يبقى قريب منه. الفيلم بيلعب في حتة مختلفة. المخرج خالد منصور اتكلم عن ناس قليل جدا بيتم مناقشة المشاكل بتاعتهم. الفيلم ده بيناقش قضية المهمشين، ناس البسطاء اللي الحياة طحنتهم في دوامتها ووصل لمرحلة ان هم استسلموا تماما لقهر الحياة. الفيلم بصراحة صعب جدا وجانب مظلم كبير جدا بيتكلم عنه في الفيلم. الفيلم حتى لو في ناس بتحب السينما هيبقى الفيلم ده بالنسبة لهم حاجة جامدة جدا. الفيلم بصراحة فيلم سينما، يعني فيلم الناس ده الفيلم الناس بتحب السينما وتعشق السينما. فيلم فيه كادرات حلوة، ألوان حلوة، تصوير، كل ممثل في الفيلم ده عامل دوره حلو جدا. المخرج خالد منصور أول فيلم روائي طويل يعمله، وهو ليه كان ليه تجارب أفلام قصيرة موجودة على اليوتيوب، بس بمستوى أول فيلم ليه جامد جدا. والفيلم بصراحة لحد دلوقتي بالنسبة لي أفضل فيلم في السنة. مفيش فيلم لحد دلوقتي يتفوق على فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. الفيلم بيحكي عن حسن ووالدته اللي بيعيشوا في مسكن بسيط جدا، بيعيش معاه كلبه الوحيد وصديقه رامبو الكلب. حسن بيتعرض لاختبار قوي جدا من جاره اللي عايز يطردهم من الشقة، فبنشوف الأحداث بتتوالى ونشوف قصة حسن وصديقه رامبو في رحلة البحث عن القاهرة اللي في عيون خالد منصور، اللي رصدت نفس بالظبط عيون محمد خان لشوارع القاهرة الفاضية الهادية اللي فيها قهر وجمود. واحد من أفضل أفلام السينما المصرية اللي استمتعت بيها، ويمكن فيلم الحقيقة غني جدا في قيمته الفنية اللي بيقدمها. وبصراحة واحد من أحسن الأفلام اللي أثرت فيا جدا لحد دلوقتي. فيلم فيه كل معاني الإنسانية، فيه كل معاني السينما اللي بجد، اللي بتحكي حدوته وبتناقش موضوع مهم جدا وبيحكي عن ناس بسطاء يمكن السينما ما تمش التطرق ليهم بشكل كبير جدا. لو انت ما اتفرجتش على الفيلم ده فانت صراحة فايتك عظمة بتحصل. فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو متاح حاليا اونلاين، تقدر تتفرج عليه وهتنبسط صدقني. لو انت عاشق بجد للسينما المصرية فيلم بصراحة هيعجبك جدا. لو عجبك المحتوى بتاعي متنساش تعمل لي لايك وفولو، ويلا سلام.